طيب خلونا نروح لأقوى دليل الناس العاقلين كلهم بيصدقوه، وهو العلم. لأن لما فحصوا الهياكل العظمية للعمال دي في مقابرهم لقوا آثار عمليات جراحية ناجحة تم إجراءها في المخ، وعمليات بتر الأعضاء بشرية، لكن العمليات دي كانت مدروسة جدا، وكمان تكبير كسور بشكل دقيق جدا. وفي مصر القديمة الطب كان غالي ومكلف، وكون ان الملك يخصص مستشفى ميدان وفريق طب كامل لعلاج العمال فده معناه انهم كانوا فعلا احرار وبيتقدروا جدا، لانهم لو كانوا عبيد فعلا فمحدش هيهتم بعلاجهم. الهرم اتبنى بعرق المصريين الأحرار، واللي كانوا بيعتبروا المشروع ده بوابة ليهم للخلود مع الملك. والنهاردة التاريخ اتكلم، وادي الجرف ومقابر العمال وعلم الأنثروبولوجي كلهم بيقولوا بالدليل ان المصريين بنوا الهرم بالحب والعدل، مش بالسخرة والعبيد والكرباج.